مش هتصدقوا ان البطاطس ممكن يتعمل منها الجمال ده. الفيديو ده لعشاق البطاطس. بجيب البطاطس وبقطعها شرايح بالطول زي ما انتوا شايفين كده. بصوا السمك ده مش شيبسي ولا شرايح سميكه، شرايح رفيعه. نجيب بقى صينيه كبيره ونحط فيها ورقه زبده ونحط عليها رشه من الجبنه الموتزاريلا ونرص البطاطس بالطول جنب بعض كده. الصف التاني يبقى راكن على الصف الاولاني وكل بطاطسيه تبقى فوق اللي قبلها. نحط بقى رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود وشويه زيت كده ونديها دهنه وندخلها فرن سخن على درجه حراره 200 لمده تقريبا نص ساعه على ما نجهز الحشوه. لحمه مفرومه بقى اي كميه، تقريبا الصينيه تاخد ربع كيلو. بننزل عليها ببصلايه كبيره متقطعه ونعصج اللحمه مع البصل وندبلهم مع بعض كده. ننزل بفلفل الوان، معلقه كبيره بهارات مشكله وملح وفلفل اسود وعود قرفه، تقليبه كده وننزل عليها بطماطم متقطعه ونعصج بقى اللحمه كويس. الطماطم تدبل واللحمه تشرب السوائل بتاعتها زي ما انتم شايفين كده. تعرفوا ان البطاطس استوت لما ريحه الجبنه تطلع وتلاقوها احمرت من الاطراف زي ما انتم شايفين كده، والبطاطس تحسوا ان هي زي ما بيقولوا كده عرقت او عليها نقط من الميه كده بتكون استوت 80%. بنستخدم ورق الزبده ونلفها رول زي ما انتم شايفين كده، ولازم ورق الزبده يكون كويس وما بيلزقش فيه الاكل. لو ما عندكوش نوع حلو ما تعملوش الوصفه دي. نحط عليها بقى من فوق شويه جبنه موتزاريلا وشويه فلفل احمر وبقدونس وبنرجعها الفرن تاني 10 دقائق كده او ربع ساعه. الجبنه تسيح والبطاطس تكمل سوا وبس كده. بصوا بقى شكلها جميل ازاي، تقديمتها حلوه، شكلها شيك، فكره لذيذه وحلوه قوي. جربوها ولي رايكم فيها.